والمبدأ التاني هنسميه المصلحة الخفية، وهو ببساطة إنه الناس مش دايمًا بتبقى واضحة أو صريحة في اللي هي عايزاه، مش دايمًا الناس بتقول لكم على اللي هي فعلًا عايزاه يتعمل ليها. في مبدأ اسمه the theory of mind، وده ببساطة هو إن أنتم تقروا دماغه اللي قدامكم، تقدروا إن أنتم بغض النظر عن الكلام اللي بيقوله إن أنتم تعرفوا فعلًا الشخص ده بيفكر في إيه وحاسس بإيه وبيحاول إن هو يوصل لإيه. الناس العادية بتسمع الكلام وتعمل بيه وخلاص، لكن الناس اللي عندها ذكاء اجتماعي بتاخد الكلام ده وبتحاول تقرا اللي بين السطور، وبتحاول تعرف يعني هو الشخص ده ليه بيقول كده. دايما اسألوا نفسكوا ايه اللي ورا الكلام ده، او ايه اللي الشخص ده بيحاول ان هو يوصلهولي. كل شخص بيبقى عنده مصلحة وبيبقى مهمة بالنسبة له المصلحة الشخصية بتاعته، فلما انتوا تفهموا المصلحة الشخصية بتاعت البني ادم اللي قدامكم، انتوا لما تبقوا بتجاوبوا على الحاجة اللي بيقولها لكم، انتوا مش هتبقوا بس بتجاوبوا على الحاجة اللي بتقولها لكم، انتوا هتبقوا بتجاوبوا على الحاجة اللي الشخص ده بيفكر فيها. ممكن تبقى حاجة قلقاه، ممكن تبقى حاجة بيحاول ان هو يوصل لها. فانتوا ببساطة اللي بتعملوه هو ان انتوا بتطمنوا الشخص اللي قدامكم، او بتحسسوه ان انتوا فاهمين هو عايز ايه، او ببساطة بتحسسوا اللي قدامكم ان انتوا هتعملوا الحاجة اللي هو فعلا عايزها تحصل، حتى لو مش بالضرورة انتوا فهمتوه ان ده اللي انتوا فاهمينه. يعني مش لازم تحسسوه ان انتوا قاريينه، بالعكس ما اعتقدش ان دي هتبقى حاجة كويسة. يعني مثلا لو في حد في الشغل دايما كل ما تقوله فكرة يرفضها، ساعات كتير بيبقى الشخص ده مش بيرفض الفكرة للفكرة نفسها، بس لان هم حاسين انهم مش جزء منها. فممكن ببساطة ان انتوا لو قلتوا الفكرة بطريقة تخلي ان الشخص ده يبقى من ضمن الفكرة دي، تلاقوا ان الشخص اللي كان بيرفض غير رأيه وبقى بالعكس بيسبورت الفكرة دي او واقف في ظهركم فيها. وفي النقطة دي انا مش بقولكم ان انتوا تضحكوا على الناس او ببساطة ان انتوا تتلاعبوا بيهم، بس بقولكم ان انتوا تفهموهم وتحاولوا ان انتوا فعلا تطمنوهم من ناحيتكم، تحاولوا ان انتوا تدوهم اللي هم عايزينه عشان انتوا تاخدوا اللي انتوا عايزينه كمان.